مساء الفل لو كنتوا بتسمعوني بالليل، وصباح الورد لو كنتوا بتسمعوني الصبح. أهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست بتاعنا، وحلقة النهاردة بعنوان الاختيار. في باحث أمريكي في علم النفس اسمه مارتن سيلجمان. الراجل ده مشي عكس التيار وقت ما كان كل المتخصصين الأمريكان في وقتها بيركزوا على علاج الناس اللي بيعانوا من حالات نفسية وعصبية شديدة، اللي بتحصل لهم تشنجات وبعض الأمراض اللي كانت بتظهر عليهم أعراضها. بس كان مرحلة العلاج بعد ما يكونوا انهاروا من التعب النفسي والألم العصبي. المتخصص ده الوحيد اللي وقف وسأل نفسه سؤال، وقال لنفسه: هو احنا ليه اصلا بنعالج المرضى النفسيين بعد ما يوصلوا لحالة ميؤوس منها، بعد ما الانسان او المريض النفسي ينهار وتبدأ عليه كل اعراض المرض النفسي، ويبدأ فعلا يكون بالبلد زي ما احنا بنقول جايله العيادة او المركز خلصان. المتخصص ده فكر وقال: طب احنا ليه ما بنشتغلش من البداية على تقوية مناعة الاشخاص النفسية؟ ومن هنا مارتن بدأ تأسيس علم النفس الإيجابي، مش بس علشان يفهم المرض، لكن علشان يزرع جوانا القدرة على مواجهته. في سنة 1965 عمل مارتن تجربة عملية أعزكم الله على كلب. بدأ بكلب وجابه، والكلب ده كان سليم مش بيعاني من أي مرض، وحط الكلب ده جوه قفص وقفل عليه القفص، وبدأ يعرض الكلب ده كل يوم لصدمة كهربائية مؤلمة لعدة مرات والفترات متفرقة. في الأول الكلب كان برغم الألم الشديد بيقاوم، بيجري ويتنطط ويهوهو وبيحاول يهرب من القفص. بس الغريبة إنه مع مرور الوقت صوته بدأ يوطى، وبقى في ألفة بينه وبين القفص برغم التعذيب اللي بيتعرض له، وكمان حركته ومقاومته قل كتير لحد ما استسلم تماما، وبقى واقف ساكت مستني العذاب كل يوم بدون أي مواجهة وبدون أي مقاومة. وبعد فترة فتح مارتن باب القفص على مصراعيه قدام الكلب، وضغط على الزرار اللي بيشغل الصدمة الكهربائية للكلب، وفضل يعذب فيه وباب القفص مفتوح. الكلب كان نباحه مش بس صوت، الكلب كان نباحه نداء استغاثة مليان خوف وألم ورفض للواقع اللي هو موجود فيه. ويمكن صوته في المرة دي وهو باب القفص مفتوح كان أعلى من المرات اللي فاتت، لكنه ما اختارش إنه يهرب رغم إن الباب مفتوح. فضل إنه يتعذب ويفضل واقف في مكانه، ما تحركش خطوة واحدة ناحية الباب. كان كل أمل الكلب الوحيد إن مارتن يمل ويبطل تعذيب فيه. وهنا كانت الصدمة: الكلب ما كانش مربوط، ما كانش عاجز فعلا، كان قادر يهرب من القفص والباب قدامه مفتوح، لكن اللي اتكسر جوه الكلب كان جواه. وساعتها أطلق مارتن على الحالة اللي مر بيها الكلب دي حالة باسم العجز المكتسب. الحالة دي بتحصل لما بنعدي بتجارب وبنفشل ونتبهدل ونقع ونقوم ونتأذى من كل البشر اللي حوالينا اللي وثقنا فيهم، ونحس ساعتها إن اختيارنا ما كانش في محله. وعقلك يصور لك حتى والباب مفتوح أكيد في فخ ورا الباب، وأكيد في ألم جديد أكبر من اللي أنا فيه، يبقى خليني أختار الوجع اللي اتعودت عليه بدل ما أهرب على وجع أنا مش عارفه. وتبدأ تختار إنك تفضل جوه القفص رغم إنك قادر تخرج لبره. بتختار الألم والوجع والحسرة والندم علشان بس خايف تاخد الريسك، خايف تاخد المخاطرة، خايف لا يكون اللي بره أسوأ من اللي انت موجود فيه. كل مرة الدنيا تخيرك بين اللي بتحبه وبين اللي يريحك، اختار اللي يريحك. دي جملة قالها الفنان خالد النبوي في برنامج ممكن تشوفها صغيرة وبسيطة وكلنا سمعناها، بس كانت أكبر من أي مشهد وأعمق من أي حوار. الحقيقة إحنا بنعيش طول الوقت بنفكر: أحسبها بالعقل ولا أحسبها بقلبي؟ نكمل ولا نسيب؟ نستحمل ولا نقلب الترابيزة ونخرب الدنيا وزي ما تيجي تيجي؟
نضحي ولا مفيش الإنسان اللي يستاهل إننا نضحي علشانه؟ طب لو جينا نحسبها بالقلب، القلب دايما بيودينا لمكان يريحه ويلاقي فيه الراحة اللي بيدور عليها. حتى لو الدنيا كلها بتقوله ارجع، المكان ده خطر، اللي انت فيه مش صح، هو بيبقى شايف حاجة محدش غيره شايفها. طب نحسبها حسبة عقل. العقل بيوزن الأمور، بيرتبها، بيقولك امشي يمين علشان الطريق الشمال فيه مطبات، بيقولك خلي بالك انت ماشي بسرعة. العقل ممكن يكون أشبه بالجي بي اس بتاع العربية اللي بيعرفك الطريق الصحيح. بس احنا أحيانا الطريق الصحيح المريح بيكون طويل حبتين، بيخلينا زعلانين وبيخلينا قاعدين مش مبسوطين، مش مرتاحين، ومش ماشي على هوانا، مع إنه هو اللي فيه الصح والمصلحة، وهو اللي هيوصلنا بسلام لبر الأمان. طيب إحنا كده تهنا، نختار على أي أساس؟ لو جينا نفكر فيها هنلاقي لا القلب لوحده يكفي إنه ياخد قرار مصيري، ولا كمان العقل لوحده يقدر ياخد القرار ده. الموضوع بيكون أشبه بتركيبة، القلب يقول لك جرب ويسكت وما تاخدش منه أي إجابة بعد كده، مفيش جملة مفيدة هيقولها لك، هو بس يا دوب إيه، جرب، اللي هو مجرد أنا عايز كده، جرب بس عشان أنا كقلب أنا محتاج كده. عقلك يقول لك لأ، خلي بالك، ممكن تلاقي واحد واتنين وتلاتة ويفضل يوعيك. بس أحيانا عقلنا بيكون قاسي علينا حبتين. بس للأمانة ولأجل إن أكون صريح معاكم، أوقات بنبقى محتاجين نسمع صوت عقلنا ونطوعه، علشان معظمنا بيحس إنه أقرب لقرار قلبه. القلب اللي بيدق وبيحب وبيكره بدون سبب، لله في لله، أنا بحب فلان فخلاص أنا بحبه ليه وعشان إيه، طب إيه المميز فيه، طب إيه اللي محببك فيه، هو مجرد أنا بحبه فأنا بدق فأنت المفروض تسمع كلامي. فدايما في صراع ما بين القلب والعقل، وانت محتار ما بين الاتنين، اختار بقلبي ولا بعقلي، اختار اللي احبه ولا اللي يريحني. زي ما قلت لك، لو الدنيا خيرتك وقدرت تختار ما بين اللي تحبه واللي يريحك، هعيدها تاني، اختار اللي يريحك. طب خليني اقول لك كمان ان في بعض القرارات لازم تدوس فيها على قلبك وما تسمعلهوش وتحسبها بالعقل. حتى لو كنت رافض قرار عقلك، كونك تختار اللي فيه المصلحة واللي فيه الخير أحسن ما تمشي ورا قلبك ويغرقك، وساعتها هتقول يا ريتني برضه. أوقات تانية بتسيب نفسك للموج وهو يرميك على أي شط، ساعتها بتبقى مستسلم وما عندكش وجهة أصلا، ويا دوب أنت عايز بس ترسى على بر الأمان. يا أبيض يا أسود، أنا كده كده مش شايف قدامي. اللي أنا عايز أقوله اسمع قلبك، بس امشي ورا عقلك، خلي قلبك ينور لك وخلي عقلك يرسم لك الطريق اللي هتمشي عليه، وكمان خليك جاهز للصدفة لو خبطت على بابك. واللي أنا بقوله ده والطريقة دي هتمشي معاك في كل أمور حياتك، في جواز، في حب، في شغل، في صداقة، في كل حاجة تقريبا. طب أنا لو سألتك سؤال واسمح لي إني أنا أجاوبك عليه، أنت تعرف إيه الفرق بين اللي أنت بتحبه وبين اللي يريحك؟ أقول لك أنا، الشيء اللي أنت بتحبه هو بيكون شعور بيشدك، بيحرك فيك حاجات حلوة، حاجات مميزة يمكن تكون ما عشتهاش قبل كده، بيخلي قلبك يدق. أوقات لما بتحب حاجة أو بتحب شخص بصدق، بتشوف عيوبه بس ما بتكرهش العيوب دي، بتشوفها جزء منه وبتحبها فيه، وكمان بتحاول إنك تتعايش معاها أو تبررها. لكن الصراحة حبك للشخص ده ساعات بيغطي العيوب اللي الدنيا كلها شايفاها إلا أنت.
يخلّيك تشوف العيب مجرد اختلاف، وتشوف الأذى مجرد سوء تفاهم. أنت بتشوف العيب، بس مش دايمًا بتشوف العيب بعينيك، أوقات بقلبك اللي بيحن، مش بعقلك اللي بيحذّرك. أوقات الشيء اللي أنت بتحبه بيبقى جاي ومعاه خوف ومعاه قلق ومعاه مشاكل ومعاه توتر وسؤال ما لهوش إجابة مع كل مرّة العيب ده بيتكرر قدّامك. طب الشيء اللي بيريحك، إحنا قُلنا ال الشيء اللي أنت بتحبه، طب الشيء اللي بيريحك عبارة عن إيه؟ الشيء اللي بيريحك بيكون حريص على سعادتك، لإن سعادتك في الوقت ده بتكون حلم بالنسبة له إنه يسعدك، هو عايش عشان يسعدك. يمكن ما يكونش بنفس حرارة الحب اللي أنت بتحلم بيها، بس في أمان، في راحة، في طمأنينة، وفي نَفَس مرتاح وبال رايق. هو إحنا عايزين إيه أكتر من كده؟ وكتير من الناس بتفكّر إن الاختيار ما بين الحب والراحة هو ضعف، لكن الحقيقة أنا باشوفه إن هو نضج أكتر من إنه ضعف. في لحظات في حياتنا ما ينفعش تعدّيها بالعافية، لحظات شكلها بسيط، كلمة تقولها أو تسكت، طريق تمشيه أو تغيّره، شخص تكمّل معاه أو تسيبه، وحاجات شبه كده. اللحظات دي هي لحظات الاختيار، والاختيار مش دايمًا بيكون بين خير وشر، ساعات بيكون بين حاجتين والاتنين يوجعوا، أو بين طريقين مفيهمش راحة، بس فيهم كرامة، فساعتها هاختار كرامتي. ودايمًا اللي هيدلّك على كرامتك عقلك مش قلبك. قلبك هيفضل يبرر لك معلش وعدّي، وعشان خاطر نجتمع سوا، وعشان يجمعنا بيت واحد، بس أنت كرامتك مدعوكة في الأرض. إنما عقلك بيقول لك لأ، أنا ما حلتش حاجة غير كرامتي، هادوس على حُبّي وعلى قلبي وما ادوسش على كرامتي. وإحنا طول الوقت أصلًا بنفكّر إننا أحرار، يعني إحنا طول الوقت وإحنا جايين نختار بنبقى فاكرين نفسنا إن إحنا أحرار في الاختيار، بس الحقيقة إحنا أسرى لاختيارات قديمة، اخترناها وإحنا تعبانين، اخترناها وإحنا مستعجلين، أو إحنا سايبين غيرنا أصلًا يختار لنا. كل مرحلة في حياتك أنت عايشها دلوقتي وراها اختيار زماني أنت اخترته أو سِبت حد يختاره لك، وكل وجع ساكن في قلبك دلوقتي سببه قرار ما كنتش جاهز ليه. بس في حاجة ما حدش قالها لك، أنت لسه تقدر تختار. أولها إنك تختار إنك تبدأ تتغيّر، وتختار إنك تبدأ تسامح، أو حتى تختار نَفْسك بعد ما فضّلت الكل على نَفْسك. في لحظات بتعدّي عليك على السريع ما بتحسبهاش، وفي لحظة ممكن تغيّر بوصلة حياتك، لحظة تافهة في عين كل اللي حواليك، بس بالنسبة لك أنت إما يخلّيك تنضج أو يكسرك. هو مين أصلًا اللي بيختار جوانا؟ قلبنا والّا عقلنا والّا الجرح والّا الغضب والّا الوجع والّا الحزن والّا السعادة؟ مين اللي بيختار؟ ساعات بنختار من وجع، وساعات بنختار من خوف، وساعات أكتر من وهم إننا أحرار. وأنا هاقول لك نصيحة دايمًا باحاول إن أنا أمشي بيها، ساعة ما تكون مبسوط ما تدّيش وعود لحد، وساعة ما تكون مقهور ومتضايق ما تاخدش قرارات. وخلّي بالك إحنا في اختيارات شكلها حرية، لكن هي سجن بأبواب دهب، والاختيار بتاعنا مش دايمًا بيكون منطقي، بس الأهم إنه يكون صادق، اختيار صادق نابع من جواك، نابع عن قناعة حتى لو كان غلط. أنت عارف إيه أصعب من إنك أنت تختار صح أو غلط؟ إنك تختار وأنت مرعوب، خايف تغلط وخايف تندم وخايف الناس تقول شُفتوا أهو ما بيعرفش يختار. الحقيقة ما فيش ضمان أصلًا ولا كتالوج إنك تختار صح،
كلنا أقسم بالله بلا منازع بندفع تمن اختياراتنا وتمن غلطنا فيها لحد النهاردة، بس إحنا هندفع أكتر وأكتر لو ما اخترناش وسيبنا غيرنا يختار لنا. هتفضل عايش طول الوقت تأنب نفسك، وضميرك كل شوية يفضل يقولك لو كنت انت اختار كنت هتبقى أفضل. هو انت ليه تسيب حد يختار لك؟ مش كان زماننا دلوقتي احنا في حتة تانية؟ مش كان زماننا عايشين وكان زماننا مبسوطين وكان وكان وكان؟ فاختار لنفسك وما تخليش حد يختار لك. اسأل نفسك انت بتختار عشان مين؟ انت بتختار عشان نفسك ولا عشان ترضي حد من اللي حواليك؟ احنا كلنا مفيش حد بيختار فينا بيتولد فين ولا اسمه ايه، بس انت تقدر تختار انك تبقى طيب ولا قاسي، طيب ولا شرير، طيب وابن ناس ولا بلطجي وابن 60 في 70. تختار تسامح، تختار انك تكمل او تستسلم. احنا مش ضحايا الظروف، احنا ضحايا القرارات بتاعتنا. ممكن تتولد فقير بس تعيش كريم. ممكن تتولد في بيت مفكك وتبني بيت متماسك. هي لحظة كده قلبك بيتقبض فيها، مخك يلف، السكوت يعلى، بتحس إن الزمن وقف. القرار اللي هتاخده هو السطر اللي هتمشي عليه بقية حياتك. الاختيار مش نهاية، الاختيار بداية جديدة. مفيش قرار بيرجع زي ما هو. وفي الآخر إحنا كلنا بني آدمين، بس حاول إنك تكون بني آدم حقيقي. أقولك على حاجة، لو عايز تختار بعقلك اختار، ولو حابب تختار بقلبك برضه اختار، بس اوعى تخلي حد يختار لك، واوعى في اختيارك تكون بتختار وانت خايف لا تزعل حد. لما تختار انك تراضي الناس اللي حواليك غالبا هتخسر اهم شخص، هتخسر نفسك. كل اختيار بتعمله بيخليك تقرب لشخص وتبعد عن شخص تاني. عملية خلاص باينة وواضحة، مش هتقدر ترضي جميع الأطراف، فكده كده محدش هيتفق عليك. علشان كده اختار اللي يريحك. لو اتحطيت في مأزق ان انت لازم تختار علشان حد، اختار علشان نفسك. الحقيقة مفيش اختيار مضمون، الحياة نفسها مش مضمونة. احنا بنتوهم السيطرة، لكن كلنا بنمشي بنور خافت جوه طريق طويل. الخوف مش دليل ان انت ضعيف، الخوف دليل انك مدرك ان اللي جاي هيغير فيك حاجات كتير. الخوف مش دليل ان انت ضعيف زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. احيانا الخوف بينبهك الاختيار مش محتاج اجابة، الاختيار محتاج وعي. انت مش مسؤول عن بدايتك، لكن انت مسؤول عن نهايتك. في لحظة معينة الدنيا بتسكت، الناس بتختفي، القرار بيتعلق ما بينك وبين قلبك وبين عقلك وضميرك. اللحظة دي ما فيهاش لا تراجع ولا استسلام، ومهما يعدي الوقت اللحظة دي هتسيب فيك أثر. في نهاية حلقتنا النهاردة عايز أقولك مش مهم إنك تختار إيه، المهم تختار وإنت واعي. المهم إنك ما تسيبش الخوف يختار مكانك، ما تسيبش الناس تضغطك، ما تخليش الحب يعميك، ما تخليش العقل يقسيك. خليك صادق مع نفسك، لأن مفيش قرار بيرتاح له كل الناس، بس في قرار بيرتاح له ضميرك ويرتاح له عقلك ويمكن شوية يرتاح له قلبك. لحد هنا تكون خلصت حلقة النهاردة، وأشوفكم في حلقات جاية كتير إن شاء الله، وسلام.